الغلا جاي من المنبع. بزاف ديال الناس باش كتمشي تتقدا ولا دير ليسونس ولات عندها ميسيون. سمعتو؟ مابقاش ليسونس، مشاو نعمرو. سوبر ولا داير بأورو 66 لتر، بحال هاديك انا بأورو 20 بحال هكاك، وكان كيجينا غالي. نص بلان تقام علينا ب 35 اورو، فيه 21 لتر. مصيبه كحله والله الا ما عرفتش فين غاديين، واقيلا غنتقدى انا شي عود ولا غيصلح لهم هنايا بالله. الاثمنه غاديين وكيطلعوا، الاثمنه تفرقعوا وشي مواد ولات امبوسيبل الحصول عليها. غنتقدى عاود غيزيدوا في الثمن، والناس اللي على قد الحال شي ارتفاع اسعار اخر يقدر يقتلهم بالفقر. ولكن القضيه ما بانتش لي غتحسن، حيت هذا العام 2023 يقدر يكون عام اخر ديال الانفلاسيون، عام اخر ديال التضخم، عام اخر ديال الميزيريا. شي جرائد كيهضروا كاع على تسونامي ديال التضخم، ولكن كيفاش نقدروا نواجهوه؟ كيفاش غنقدروا نواجهوا اثمنه غلا من هادو اللي حاليا، وفي نفس الوقت طرف كبير ديال الشعب ما قادرش يسلك راسه؟ هيغا كقاريا ما حيكن موكو ما حيكن كرا ما حيكن خكرا هيغا بيغا كروسنا. واش كنتي لي السميت 9000 درهم نكري منها نخلص الدراري البريفي شنو بغاوني ندير؟ بغاوني نخرج نتعرف في الشارع؟ الموظفين ديال اللي عندهم 4000 درهم 5000 درهم راه ولاو فقراء دابا. شوف فين العاده واش جبحوا روحنا وكنا كل سردي ب 300. دابا حنا في المغرب راه عندنا المشرى ديال باري والخلاص ديال السنغال. على الطاقه الشرائيه ديال الناس ما كايناش بصح الله يكون في العون. من الصيف اللي فات الاسعار في ستاسيون ديسونس تفرقعوا، واللي فيكم كيسوق الحديد غيكون بحالي كيبكي قدام لافيشور ديال البوم. عرفتي هاد لافيشور اللي مورايا ولا كيخلعني ما بقيتش كنحمل نشوفه. وشحال من واحد نقص الاستهلاك ديالو ديال اللحم، الدجاج والحوت. الحامض كان 0.95 دابا ولا بأورو و29. البنان كان بأورو فاصلة 0.9 دابا ولا بأورو و69. القنشه ديال البطاطا كنت كناخذ هذه عام 3.99 دابا ولات 5.99. نمشيو نشوفوا الخبز ديال الطارتين كان داير اورو و49 دابا ولا داير اورو 99. قول 2 اورو تقريبا 50 سنتيم ديال الزياده. 13 درهم الباكيطه. ليطرو ديال الحليب كان داير 65 سنتيم دابا ولا داير 99 سنتيم تقريبا اورو 10 دراهم ليطرو د الحليب. هذا البيض كان داير اورو و38 دابا ولا داير 2 اورو و49. عرفتي كلشي غلا. الحماق تصوروا معايا اكثر من 10 دراهم ديال الزياده. السكر داير 2 اورو 20 درهم للسكر. الروز كان داير 85 سنتيم دابا ولا بأورو 59. قلت تقريبا شي 70 سنتيم 7 ديال الدراهم ديال الزياده كيلو ديال الروز. زيت البلديه كنت كناخذها 3 اورو 99 دابا ولا دايره 5 اورو و99. الزيت الروميه ديال الطياب كانت دايره ب 2 اورو و49 دابا ولا دايره 3 اورو 99 تقريبا اورو 50 ديال الزياده 15 درهم ديال الزياده. 2 لتر داير 40 درهم تقريبا 40 درهم. الانفلاسيون، التضخم، ضريبه ديال الفقراء، مكافآت الاغنياء والاكسجين ديال النظام. من مورا الارقام شنو هي الاضرار الحقيقيه ديال التضخم وكيفاش كيأثر على الضعفاء والطبقات الوسطى؟ شنو كدير الحكومه باش تحميهم؟ شنو كيتسنانا في هاد 2023 وفي هاد الظروف؟ هادشي اللي غنحاولوا نشوفوا جميع في هاد الفيديو. راكم سناب سباطه، ما تنساش دير واحد ابوني للمزيد من الفيديوهات. العالم كامل مضرور بالتضخم، ماشي غير المغرب، العالم كامل مقيوس. في فرنسا، في اوروبا كامله. صحابي من بلدان مختلفه كيعانيو. امين امزيل يوتيوبر ومواطن عايش في انجلترا حتى هو كيعاني بهذا ارتفاع الاسعار. التضخم مأثر على الناس بزاف هنايا في بريطانيا. غلاء الاسعار مأثر على الناس بزاف. بالنسبه للشوب كنتي كتمشي كتقدا ما كتسوقش شحال كتخسر. دابا وليتي خصك تقرطط وتشوف شحال تتحط. كاينين الحاجات اللي تضوبلوا في الاثمنه، كاينين الحاجات اللي تزاد فيهم عليه النص. سيرتو في البرد الناس راه مقورين. الناس الكبار اللي تلقاهم في الطوبيس سولوا واحد المراه قالوا لها علاش كتجلسي في الطوبيس دابا، علاش ديما كاينه في الطوبيس؟ هادي دازت في الاخبار قالت لهم ما عنديش باش نخلص الغاز للتدفئه. في بريطانيا تيخصك لا بدا من التدفئه لا بدا من الغاز، وإلا ما قدرتيش تخلص الغاز راه ما كاين والو. قبل اي شيء بغيت ندير لكم واحد التذكير خفيف ظريف. شنو هي الانفلاسيون بالضبط وكيفاش كيضربوا ليها الحساب؟ التضخم هي ارتفاع عام ومستمر ديال الاسعار، بمعنى اخر الاثمنه كيتزادوا على العموم وكنوليو نشريو قل بنفس الفلوس كتضيع القيمه ديالها وكنفقدوا القوه الشرائيه. شحال تقام علينا باش صالير الخلصه ما كتباعش؟ 150 خرجنا ب 58 اورو
والو القهوه مازال خاويه فايته 10000 ريال ما دير لنا حتى العشاء ما كاين لا اللحم لا والو على البطاطا والروز واحد 25% ديال الزياده. فيما يخص المنابع ديال التضخم هي دوريه على حسب الكيره في شرق اوروبا وهيكليه حيت صعيب باش تحيدها. يلا خرجنا من عند الجزار تقامت عليا ب 24 اورو. المهم فايته 4000 ريال فيها كيلو ونص ديال اللحم كيلو ونص ديال الستاك داير ب 15 اورو و90 الكيلو ستاك ديال البقري. شحال هذه كنت كنتقداه واقيلا بشي 10 حتى ل 11 اورو 160 درهم الكيلو. غنشوفوا دابا الطريقه ديال الحساب ديال هذا التضخم باش نفهموا شكون اللي مقيوس. الاتش سي بي هو اللي كيتكلف بهذه الحسابات في المغرب. المندوبيه الساميه للتخطيط كيديروا معدل ديال شنو كيستهلكوا الناس على حسب الماكله الفاكتورات والكرا مثلا، وديك 6.6% اللي كنشوفوا هذيك اختلاف ديال المعدل في واحد الفتره معينه. والمشكل ديال هذا الحساب كيعتمد على بزاف ديال المعدلات. مثلا المواد الغذائيه تزادت اكثر من 11% والناس ما كتستهلكش نفس الحاجه وماشي بنفس الطريقه، وماشي كلشي مقيوس بنفس الطريقه وبنفس الجهد ديال هذا التضخم. وهادشي ما كيخرج في حتى شي حساب حتى شي احصائيات. وغنوصلوا هنا اللي كيهمنا في هذا البلان، شكون اللي مقيوس بزاف بهذا التضخم اليوم؟ من الاخر اللي مقيوسين بزاف هما الناس الضعاف، حيت هاد الزياده ديال الاثمنه ديال المنتجات الاساسيه فايت بزاف المعدل ديال التضخم. كلشي كيعيش هذا ارتفاع الاسعار، ولكن الفقراء مقيوسين اكثر من هذا التضخم، حيت بارتيه كبيره ديال المدخول ديالهم كتمشي في هاد الحوايج اللي غلاو بزاف. نعطيكم واحد المثال، مثلا كادر في شركه غيتقاس بالتضخم ب 4%، وعامل في اوزين غيشوف القفه ديالو ديال التقضيه غتزاد اكثر من 9%. المواطن كله مهلوك، كتهضر مع اي واحد كيتمشي عنده 400 حتى ما بقاتش عليها. اش غيتقدى المواطن هذا؟ كلشي غلى علينا، العافيه شاله عندنا. حسبي الله ونعم الوكيل. واش دخلنا لك بالله مطيشه ديال 240 فلفله ديال اخويا 240 بزاف هذا الشيء اخويا بزاف قتلونا. ونشري المطيشه ب 1000 فرنك باش غتلحق الطحين والزيت والسكر والبوطه كلشي يا وليدي الخضره غاليه. الربيع كان كيتباع سميتو ب 10 ريال ولات وحده ب 40 ريال. باش الزيت واصل 100 درهم حتى يوصل السميده وسطات 5 الطحين طلعات الدجاج طلع. كنهضر على الاسعار كلها انا كنهضر عليها، خاصكم تلقاو لينا حل هذا الشيء هذا. المعادله سهله، اللي ما بحالهمش هما اللي كيتصدعقوا بهذا ارتفاع الاسعار. ولاش اللي لاباس عليهم محميين حسن؟ اولا عندهم قدره اكبر ديال التوفير اللي كيعاونهم في هذه الزياده. ثانيا عندهم القضيه سهله، ما كيبقاوش يخسروا فلوسهم في الاشياء اللي غا زايده بحال الخراجات السفيرات الريستوات الشوبينغ وزيد. وفين الطبقه المتوسطه محدوده في شراء الاحتياجات الاساسيه. وشنو كدير الحكومه؟ ناري وقيله دبرت عليها. الو شكون معايا؟ مرحبا صافي ما تخافش. الحمد لله الدولة كتاخذ عدة إجراءات باش تكونطري هذا التضخم. المغرب كيتحكم في الأثمنة ديال السكر الغاز الطهي والقمح اللين. الدولة تدخلات وقامت بتقديم إعانات الشيافر على استقرار أسعار النقل العام وسط هذا ارتفاع تكلفات الوقود على حساب الكيرة اللي نايضة في شرق أوروبا. ولكن هادشي كامل ما كافيش باش نحميو اللي ما بحالهمش. وشنو خاصنا نتسناو في 2023؟ ديجا الوقت محاكا، الدعوه مكحطه، وكيفاش هذه الوضعيه غتزيد تكفس. وللاسف المستقبل الاقتصادي ما فيهش الضوء. ممكن هذا التضخم اللي عايشينه حتى الان غا البدايه ديال ارتفاع خيالي ديال الاسعار، خصوصا الا خدينا التغيير المناخي وعواقبه بعين الاعتبار في هذه الاعوام الجايه. مثلا فترات الجفاف الشديده غتولي غاده كتجهاد، واللي غيأثر بزاف على الفلاحه. الخضره والفواكه غتقلال في المارشي، اللي غيدي بطبيعه الحال ارتفاع الاثمنه ديالها. واللي خاصكم تبقاو عاقلين عليه من مورا هذا الفيديو، اللي خاصو يهمكم ماشي معدل التضخم ولكن القدره الشرائيه قدام هذه المعيشه اللي غلات، حيت التضخم كيشير لاختلاف الاسعار. ولا استقرت ما غتحبش الارتفاعات اللي عشناها في 2022. مثلا واخا الثمن ديال الليترو غيستقر والمعدل ديال التضخم ديالو غيبقى في الزيرو، غيبقى الثمن ديالو غالي بزاف ديال الناس. كما كان الحال التضخم ولا لا، كنشوف بان من الضروره خاصنا نحافظوا على اللي ما بحالهمش. الا الاثمنه غيبقاو كيطلعوا بحال هكا وما كاين حتى شي مساعده للدراوش وحتى شي زياده في الخلصات، اليوميات غتولي غير صالحه للعيش لبزاف ديال الناس. في الاساس خاصنا نحميو على الفقراء
من هذا التدخل، وحسن العوان الناس اللي كتقاتل باش تصور طرف الخبز، باش نحاولوا نحاربوا هذا الارتفاع. ماشي نحاربوا ولكن غنحاولوا نسلكوا راسنا منه. اللي خدام شي شركه يحاول يتصل بالباترون ديالو يهضر معاه باش يزيدوا شي شويه في الصالير، واللي عنده شي باترون راسو قاصح ما باغيش يتفاهم يحاول يدبر على شي مدخول زايد بحال شي بيعات وشريات في الانترنت وزيد وزيد وزيد. واللي عنده شي موهبه يقدر يستغلها باش يقدر يدخل بها شي بركه في الشهر زايده. واللي مهتم كيفاش يصوفي راسو راه كنت درت لكم واحد الفيديو شحال هذه دابا راه طالع عليها شي عام كنفسر كيفاش صوفيت وكيفاش قدرت تصوفي راسك غاب الانترنت ولا بلا انترنت. راه حنايا كاملين في نفس المحل، العالم كامل في نفس المحله، والله يسهل على اي واحد فيكم. إلا عندك شي رأي آخر ما تنساش تخليه ليا في كومونتير وتهلا ليا في راسك.